اولا كده بسم الله الرحمن الرحيم، اللعيبه رجاله، اللعيبه رجاله، ومدير فني راجل، وكل لاعب النهارده لعب راجل. اقسم بالله اللعيبه دي كلهم رجاله، من اول محمد شحاته لحد كل اسم الفرقه دي موجود في القايمه دي كلها. كلهم رجاله، كلهم، ما فيش حد قصر. والله ما في حد قصر، حتى شيكو بنزا. شيكو بنزا النهارده عامل ماتش عالمي، ماتش بتاعه كله. هو ضيع جول ما كانش يضيع، يعني هو بس بيجي في الاخر يعني أنا بس هقول ايه، بس الحمد لله على كل شيء. بس اوعى حد يلوم لاعب النهارده، حتى عم جيد اللي هو للاسف ادى ايحاء للحكم ان هو ضرب الولد، وهو اصلا طبعا الولد اتصلبت فيها، وقع خلاص يا باشا، ضرب الجزاء، الحكم صدق وبعد ضغط الجمهور شكرا ضرب الجزاء. بس احنا ما حدش يعني، اوعى حد يلوم حسام مجيد، اوعى حد يلومه، خلاص هي رد فعله كده طلع بالشكل دوت، انتهت خلاص. ما اوعى حد يلومه ويقول له بقى انت السبب، وانت السبب في ماتش قبل كده، وانت بعد كده انسى الكلام ده، ما فيش وقت انك تلوم حد، ما فيش وقت انك تلوم حد. انتهت خلاص، انت كلها كام يوم وتلعب ماتش نهائي، ما عادش في الكلام ده. انت فرقتك النهارده عملت ماتش محترم بالمدرب الفني بتاعنا، بس لولا الحظ والنصيب والبتاعه والحاله دي كنا هنسقف له، هو المفروض نسقف له، بس هو الحظ. فرجاء من جمهور الزمالك، اوعى حد يلوم حد ودعم، لان ما عندكش وقت للوم، انتهت. نيجي بقى نتكلم على الماتش انتوا شفتوا كلكم الفرقه عامله ازاي، شفتوا الفرقه عامله ازاي لما بيتضغط عليها شويه، فرقه الهوله، اقسم بالله فرقه الهوله. يعني يا اخي شيكو بنزا اللي احنا دي بالشبشب هنا عامل عليها ماتش كبير، وكان هو نجم الماتش. خوان بالزيرة نزل اخر 10 دقائق، بعترهم. ده عندهم مدافع كاميروني اقسم بالله نمره اقسم بالله. هنا في مصر ان شاء الله هياخد يعني زي ما هو عايز. لكن كلامي دوت ما يقولكش ان كابتن معتمد جمال قصر، لا احنا عملنا شوط اول دفاعيه محترم قوي، شوط تاني دفاعيه محترم، تاني محترم جدا. كنا بنحاول في الشوط التاني نعمل شويه هجوم، نخطف نطلع مش عارف ايه، نزيد والكلام ده كله، بس برضو احنا للاسف في عشوائيه من ناحيه الهجمه المرتده، ما عندناش هجوم منظم، وده راجع لاسباب كتير. اولها انت عندك القوه البدنيه مش موجوده، انت عندك البدني واقع، اللعيبه جايبه الفورمات خلاص انتهت، فكرت خير الدنيا انك بتعمل كده. تاني حاجه، برضه ما حدش يشوف كابتن معتمد جمال ويقول له انت كنت المفروض تلعب عليهم ماتش جيم والكلام ده كله، انسى الكلام ده كله. الماتشات النهائيه دي بتكون محسوبه من اول دقيقه، شوط اول هعمل ايه، شوط تاني هعمل ايه. لو كنت هاجمت عليهم الشوط الاولاني وعملت ماتش بقى طبيعي وانك بتهاجم والكلام ده كله، كنت ممكن تلبس جول، كنت ممكن تلبس جول اولاني، وممكن يدخل فيك التاني كمان، لانك مش مقسم ماتشك. كابتن معتمد جمال عامل جيم عالمي، ولو كان طلع التعادل كنا كلنا هنسقف له، محدش كان هيلومه بكلمه واحده. بس احنا في ناس هتلوم طبعا، يقول لك يا كابتن معتمد جمال ليه ما هاجمتش، ده الفرقه في المتناول والكلام ده كله. لا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. هو لولا التوفيق والحظ والحكم والرهبه والتحكيم وحسام عبد المجيد للاسف ادى حق الحكم ان هو داخل برجله في ظهره، ولو حكم عنده شويه ذكاء شويه ولعب كوره هيعرف ان هي مش، ما هو للاسف ما هو شمال افريقيا كده. يعني انت هو لمسه خلاص، الواد صدق خلاص رمى نفسه، ظهري مش عارف ايه والكلام ده كله، ما هو كده، وده اللي احنا السبب فيه. حسام عبد المجيد هو السبب فيه، لان هو اداله الايحاء بكده، هو اداله الايحاء بكده. والحكم بعد ضغط الجمهور والكلام ده كله، خد يا باشا ضربة جزاء. هي المشكله مش كده كمان، المشكله انت عندك بنتايج مش جاي على الماتش الجاي، انت خسرت لاعب مهم عندك الماتش الجاي. فعموما برضه هرجع اقول الفرقه في المتناول، الفرقه ممكن تحط فيها جون والتاني والتالت، الفرقه هتيجي هنا عامله تروس دفاعيه عليك، بس انت قادر مع ضغط الجمهور، مع تحط لعيبه عندها مهاره، مع الروح، كل الكلام ده كله ان شاء الله بعون الله باذن الله نجيب جون اول وتاني وتالت ان شاء الله باذن الرحمن. واوعى حد هرجع تاني واقول اوعى حد يلوم اللعيبه، دعم، خلاص ما فيش وقت، ان شاء الله كونفدراليه نكسبها ودوري باذن الرحمن. السلام عليكم.